السلام عليكم ورحمة الله على كل حبايبي. النهاردة هنعمل مع بعض ملكة العزومات، المكرونة بالبشاميل اللي ما بيختلفش عليها اتنين أبدا. هنعملها بالصوص الكريمي الجميل ده، وطبعا ببركة ونفس أمي هدى الله يرحمها. شايفين اللون الذهبي اللي يفتح النفس ده؟ أهم حاجة نصلي على النبي ونشوف الطريقة مع بعض. معانا ربع كيلو لحمة مفرومة ونص كيلو مكرونة، والخضار ده خضار مشكل بقى، الخضار اللي تحبيه وبيعطي قيمة غذائية وكمان بيكتر كمية اللحمة. معانا فلفل أحمر وفلفل أخضر وبصل وجزر. هنا بقى ايه، نضربهم في الكبة ونروح بقى نسلق المكرونة نص سلقة. ننزل بنص كيلو المكرونة في المية المغلية وعليه رشة الملح، وبعدين نعصج اللحمة في حلة سخنة جدا من غير أي مادة دهنية خالص. ننزل باللحمة ونديها تشويحة كده في الحلة لحد ما اللون ده يتغير، بصوا كده باللون ده. ننزل عليها بقى بالخضار، الخضار بتاعنا المشكل الجميل ده بيديها لون وبيديها روح ويعني طعم جميل جدا مسكر. معانا بقى البهارات، معانا فلفل اسمر والسبع بهارات والملح ورشة قرفة ورشة جنزبيل، بيخلوا طعم المكرونة جميلة جدا جدا. ونغطي عليه لحد ما يتعصج معانا ويوصل معانا بقى للقوام ده. كل الخضار بيدوب كده وما بيكونش باين ابدا، والمكرونة هنا نص سلقة اهي. نصفيها ونروح نعمل بشاميل مع بعض. البشاميل معانا دقيق، ومعانا لتر حليب، ومعانا كوباية مية من سلق المكرونة. نعينها كده يعني ايه عشان نعمل معاها البشاميل. البشاميل هنا سهل جدا. معانا عدد الدقيق، عدد معالق الدقيق قد عدد معالق الايدام، يعني 4 معالق دقيق معاهم 4 معالق سمنة او زيت. انا حطيت معلقتين سمنة ومعلقتين زيت، فيعني ايه خير الامور الوسط. تحمري بقى البشاميل. انا بحب الصراحه ان هو مش بحبه على البارد، انا بحب البشاميل يكون متحمص كده، الدقيق بيطلع ريحته كده ويبقى متحمص وجميل مع السمنه والزيت. ونقلب كويس كده لحد ما يوصل معانا للون ده زي ما حضراتكم شايفين كده. بشاميل سهل جدا وان شاء الله هتجربوه هيعجبكم. ننزل بقى باللبن واحده 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 ونقلب واحده واحده ونقلب لحد ما نوصل للقوام الكريمي المظبوط معانا. لو عايزينه جوسي قوي ويكون زودوا لبن. لو عايزينه تقيل زي ما انا هعمله كده، يعني هو كده يعني وسط، مش هيكون تقيل قوي ولا سايب قوي. فدلوقتي كده هتشوفوا معايا في الاخر نسيبه بقى ايه على النار يعني متوسطه كده. وننزل كمان بميه سلق المكرونه، وننزل بشويه ملح وشويه فلفل اسمر بس، ونقلب كويس جدا. ونسيبه بقى على النار المتوسطه دي لحد ما يوصل معانا للقوام اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي ده. هي دي افضل طريقه للبشاميل. انا عارفه ان كلكم ستات بيوت شاطرين وبتعرفوا تعملوا البشاميل، بس يعني ايه الطريقه دي عشان نحفظها مع بعض ببركه زمان وهي دي التركه اللي بتودي البشاميل. بصوا، بتودي البشاميل في حته تانية وده النفس اللي احنا بنتعلمه من ايام زمان. هنا بقى نرتب المكرونه كده سوا مع بعض، نحط شويه بشاميل على المكرونه ونقلبه كده مع بعض. تغلفي كل مكرونايه بالبشاميل، تقلبي كده البشاميل في قلب المكرونه. يعني بيعطي طعم جميل خالص لكل مكرونايه، بتحس ان هي مخدومه كده. والبشاميل بقى ايه، نحط شويه كده في الصينيه من تحت ونفردهم كده بالمعلقه. يعني ايه بتبقى من تحت جميله برضو، بالمكرونه ما بتلزقش من تحت وبتبقى جميله جدا. وبعدين نحط نص المكرونه، نص عدد المكرونه كده في الصينيه بتاعتنا، ونرصها كده جنب بعض. وبعدين ننزل بقى ايه بالنص، نص بالظبط، نص مكرونه بالظبط اهو. بعد كده بقى ننزل باللحمه ونرص اللحمه بتاعتنا، وبعدين شويه بشاميل فوق اللحمه كمان، وبعدين المكرونه، طبقه المكرونه الباقيه، وبعدين البشاميل الباقي كله ايه فوق المكرونه، ونغطيها كويس جدا. وده شكل الصينيه بقى بعد ما خلصت. نحطها في الفرن في الشبكه اللي في النص على درجه حراره 180 لحد ما تحمر من تحت، وبعدين في الاخر خالص نولع الشوايه تاخد اللون الذهبي زي ما حضراتكم شايفين كده. وده شكل طبقنا النهائي النهارده، مكرونه غرقانه في البشاميل، وقدمتها كده مع شويه شيبسي ومخلل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعوا لأمي بالرحمة، ووجودكم دايما بيسعدني، وعيلتنا بتكبر بيكم يوم بعد يوم. مع السلامة.